السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمك ازاي تعمل طاجن معمر بالحمام على افضل واسهل طريقة ممكن تشوفها في حياتك، ومش هاخد منك الا 5 دقايق. يلا بينا. هبدأ الأول بالرز الأبيض بتاعي. أجيب طاسة فيها معلقة سمنة وأنزل بكمية الرز اللي عايزها وشوية ملح وشوية شيكن ستوك، وهقلب وهغطي وأعمل رز أبيض عادي يعني. وبعدين هجيب طاسة فيها معلقة سمنة وأنزل ببصلاية ناعمة وأنزل بالحمام بتاعي اللي أنا خليه، وبعدين هدي رشة جوز الطيب ورشة ملح وأنزل بشوية كريمة وادي فلفل اسود واقلب كويس لحد ما يغلي، وانزل بالرز اللي انا عملته، وبعدين هقلب لحد ما يتشرب الكريمه، وبعدين هجيب الخلاط بتاعي هنزل بمعلقه زبده وشويه لبن، كوبايه يعني او كوبايه كريمه اللي موجود، وهشغل الخلاط لحد ما يربط، واجيب الطاجن بتاعي انزل بالرز اللي عملته بالحمام واسويه، وانزل بالاملاي بتاعي ضربته في الخلاط، وبعدين ادخله الفرن 180. وزي ما حضراتكم شايفين النتيجة عاملة ازاي قدامكم، البكبكة بتاعت الطاجن، ولا شكله، ولا ريحته، ولا تيسته. والله العظيم حاجة ممتازة، جربوه مش هتندموا وهيفيدكوا جدا في رمضان.